من استديوهات الفضائية الإريترية في العاصمة أسمرة. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، معكم فيها حنان جيلاني، وكالمعتاد نبدأها بأهم وأبرز العناوين. سكان مديرية الأقليم الأوسط يلقون إيجارات البيوت ويساهمون ماليا وعينيا. بناء مدارس جديدة في بورتو ساوا. الجبهة الشرقية تقدم الدعم العيني للمحتاجين. البرازيل ثالث دولة في العالم من حيث عدد السكان المصابين بكورونا. فرنسا وألمانيا تقترحان خطة نهوض لدول اليورو بقيمة 500 مليار يورو. والهند وبنغلاديش تستعدان لعصارعات وإجلاء عشرات الآلاف. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. يستمر المواطنون في الداخل والمهجر تبرعاتهم لجهود التصدي لوباء فيروس كورونا في البلاد. التفاصيل في التقرير التالي، فلنتابع. ساهم المحسنون في إدارة 4 أسمرة ب24 ألف نوفة، وجمعية عدي بأكثر من 21 ألف نوفة، و19 ألف نوفة لاحتفال العيد السنوي ل4 أسمرة. والسيد إرمياس أفورقي مع زوجته بأكثر من 5000 نوفة، ما مجموعه حوالي 70 ألف نوفة، و250 كيلو من المعكرونة، و50 كيلو من الشيرة ومواد نظافة وزع للمحتاجين. في غضون ذلك سمحت أسرة المتوفي حدش فقادو في المديرية إقامة مجانية ل19 أسرة مستأجرة منزلها وبرختي والدو ل4 مستأجرين، وأسرة المتوفي والد سلاسي قبر مدهن لمستأجر واحد، والمناضل قبر ميكائيل أبرها مع أخته ل5 مستأجرين، والسيدة نصيحتي قبر مريم لمستأجر، والسيد ملائكة سبهاتو ل3 مستأجرين. ومواطن مقيم في أمريكا تحفظ عن ذكر اسمه ل4 مستأجرين، وأسرة المتوفي يؤاب تسمى ل3 مستأجرين، والسيد قدي هبت مريم لمستأجرين لشهرين. ومواطن مقيم في أمريكا تحفظ عن ذكر اسمه ل5 مستأجرين ل10 أشهر. كما سمح مقيم ألمانيا السيد فقاد تخلي مع زوجتها السيدة حداثة ولد ل10 مستأجرين، وأسرة أزماج جابريل ل6 مستأجرين، والسيدة إلسا ولد قرقيش مقيمة في أمريكا ل5 مستأجرين ل3 أشهر. والسيد ماتيو استخلص ل14 مستأجرين، وأسرة المتوفي أوبازجي أقبى آب ل8 أسر مستأجرة منازلها في أخريا و4 أسمرة، والسيدة تبره قرقيش ل7 مستأجرين، والسيد يوهانستا ولد ل4 مستأجرين، وأسرة المتوفي أنانيا أبراهام لمستأجرين لشهر واحد. في غضون ذلك سمح 20 مؤجرون تحفظوا عن ذكر أسمائهم بإقامة مجانية ل46 مستأجرين من شهر لشهرين. والسيد قلتا بيتي المقيم في المملكة العربية السعودية لمستأجر ل6 أشهر، ومواطنة تحفظت عن ذكر اسمها ل3 مستأجرين حتى زوال المرض من البلاد. كما سمحت أسرة السيد ولد ميكائيل التخلي المقيمة في ألمانيا لمستأجرين مؤسستهم في إدارة وسط المدينة بالعاصمة أسمرة ل3 أشهر، وأسرة السيد سلمون هبتة والسيد هبتة ولد كيدان والسيد فصوم هبتة ل4 مستأجرين لشهرين، وأسرة السيد أسفا ولد سلاسل ل3 مستأجرين لشهرين، والسيد تخلى هيمانوت أسفا مريم وأيوب هدآت وأسرة المتوفي عند ميكائيل في عد كولوم سرجقال ل3 مستأجرين لسنة، والسيد يوحنس أبراهام مع إخوانه ل3 مستأجرين لشهرين. قال مدير مديرية بورتو ساوا السيد أبو بكر محمود إن المدارس الابتدائية التي تشيد في ضحيتي ربدا وعليت ستسهم للدفع بالعملية التعليمية. وذكر بأن المدرستين المشيدتان بتعاون وزارة التعليم وإدارة أقليم الكاشبركة ومتابعة برنامج التصدي التنموي في الأقليم الغربي تضم كل منها 4 فصول دراسية ومكاتب معلمين ومخازن ومرافق عامة، وأنجز حتى الآن 90% من أعمال بناؤها. ووضح بأن المشاركة في التعليم للأطفال والإناث لم تكن بالمستوى المأمول نتيجة بعد المدارس وحياة الترحال الرعوية والعادات المتخلفة، وتظهر المشاركة تحسنا نتيجة أنشطة التوعية المنظمة والتشجيع الجاري في السنوات الماضية. تدعم المدارس المشاهدة لهذه الجهود. وتوجد في مديرية بورتو ساوا 28 مؤسسة تعليمية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، منها مدرستين داخليتين.
قدمت الجبهة الشرقية دعما عينيا للمواطنين الملازمين بيوتهم احتراما لتعليمات مكافحة وباء فيروس كورونا في مختلف مناطق إقليم جنوب البحر الأحمر. وشمل الدعم الذي تم توزيعه في جميع مديريات الإقليم 400 كنتال طحين أبيض و100 كنتال سكر و100 كنتال عدس و5000 لتر زيت و715. وكانت مختلف وحدات الجبهة قد قدمت 134 كنتال طحين أبيض و27 كنتال سكر و30 كنتال عدس وأكثر من 800 لتر زيت ومواد عينية أخرى. كما قدمت الجبهة الشرقية إلى جانب الدعم العيني في مرحلتين مبلغ 1,600,000 نقفة لصندوق التصدي لوباء كورونا. يواصل الشعب الإريتري تبرعاته لصندوق التصدي لكوفيد-19، وفي هذا الإطار تبرعت شركة نقفة 100,000 نقفة ومزارعي علا وضواحيها وضحية قادين 51,462 نقفة، ومتاجر بلدة فورو 38,750 نقفة، وجمعية تنمية إمبادر هو 20,000 نقفة، وضحية ميترا 20,000 نقفة، وعمال مصنع الألبسة العسكرية 20,000 نقفة. والمدرسين الإيطاليين في إريتريا 1,652 يورو، ولجنة تنمية شمال العلاي 10,000 نقفة، وملاك المبنى الأزرق 18,000 نقفة، وضحية عاد وراء 10,000 نقفة، ومصنع عنبسة للفانيلات 10,000 نقفة، وورشة فيات KHF 10,000 نقفة، وضاحية عدي غودو بمديرية مايعيني 11,955 نقفة، وضاحية ديدا بمديرية مايعيني 9,032 نقفة، وأصحاب بساتين جني سبا 10,200 نقفة. وتبرع أيضا أصحاب بساتين ديدا 4,100 نقفة، وأصحاب بساتين حدش عدي 6,500 نقفة، وسكان عنا وطوت 17,645 نقفة، وبساتين معاني 1000 نقفة، وضاحية قرطي قمطي 10,000 نقفة، وضاحية سرعي 13,000 نقفة، وعدي قهات 3,770 نقفة، وطاحونة معاني 19,200 نقفة، وبساتين كعاتيت 1000 نقفة، وضاحية قلاي بعلتيت 15,000 نقفة، وسكان ضحية جني سبا 10,780 نقفة، وضحية عدي نبري 8,339 نقفة، وبساتين قرطي قمطي 2,000 نقفة، وسكان كعاتيت 24,551 نقفة، وسكان غنافانا 16,335 نقفة، وسكان حديش عدي 7,215 نقفة، وبلدة مايعيني 35,961 نقفة. كما تبرعت إدارة جنوب البحر الأحمر 6,464 نقفة، وعمال إدارة مديرية بارونتو 8,576 نقفة، وفندق ودب 5,000 نقفة، ومطعم قادين 5,024 نقفة، ودكاكين قادين 3,524 نقفة، وسوق الخضر والفاكهة بمندفرة 4,404 نقفة، وشركة غوزي 1,500 نقفة، وشركة مينت نقفة 1,500 نقفة، وفندق سي 3,000 نقفة، ومتجر ريتسي لقطع القيار 5,000 نقفة، وضحية عدن وجودا 5,000 نقفة، وضحية كازين 10,000 نقفة، وتنمية عدي رقيت 3,000 نقفة، وجمعية تنمية الضحاف لام 5,000 نقفة، ومتاجر سرحاء 14,500 نقفة، ومطعم مسقانة 2,000 نقفة، وموزايك إلكترونيك 2,000 نقفة، وتوتال كامبوبولو 5,000 نقفة، ومتجر اتش لأدوات البناء 3,000 نقفة، ومطعم لوليانا 5,000 نقفة، وورشة مانييل عقبة ميكائيل 2,000 نقفة، وضحية عدي سيفيدا 2,000 نقفة، وكذلك عدد كبير من المواطنين أكثر من 56,000 نقفة.
سيداتي سادتي، هذه كانت أخبارنا المحلية، فصل قصير ونعد لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي، أصبحت البرازيل ثالث دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مع 245,022 مصابا، متقدمة بذلك على بريطانيا التي بلغ عدد المصابين فيها حوالي 250,000. وأظهرت بيانات رسمية أن البرازيل سجلت خلال الساعات 24 الماضية 13,140 إصابة جديدة، لكن خبراء يعتبرون أن هذه الأرقام هي أقل بكثير من الحقيقة بسبب عدم إجراء ما يكفي من الفحوصات المخبرية، وأن العدد الفعلي للمصابين قد يكون 15 مرة أكثر من الرقم الرسمي. وفي غضون 72 ساعة فقط تخطت البرازيل كلا من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا في أعداد المصابين، لتقفز بذلك في المرتبة السادسة إلى المرتبة الثالثة عالميا من حيث مدى تفشي الوباء في صفوف سكانها. وتحتل المرتبة الأولى عالميا الولايات المتحدة بحوالي 1.5 مليون مصاب، تليها روسيا. وفي حصيلة هي الأدنى منذ أسابيع، سجلت الولايات المتحدة مساء الاثنين 759 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات 24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات فيها إلى 90,309 وفق أرقام سجلتها جامعة جونز هوبكنز. يقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خطة نهوض في أوروبا بقيمة 500 مليار يورو في مواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادي. وأورد بيان مشترك دعما لانتعاش دائم يعيد ويعزز النمو في الاتحاد الأوروبي. تدعم ألمانيا وفرنسا إنشاء صندوق للنمو يكون طموحا ومؤقتا ومحدد الهدف في إطار مشروع الموازنة المقبلة للاتحاد الأوروبي على أن يكون بقيمة 500 مليار يورو، وستتم إعادة الأموال تدريجيا على سنوات عدة. وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه مرحلة مهمة في تاريخ القروض الأوروبية، وتجدر الإشارة إلى أن باريس وكذلك برلين تقترحان أن تمول المفوضية الأوروبية هذا الدعم للنهوض الاقتصادي عبر الاقتراض من الأسواق باسم الاتحاد الأوروبي. وقد رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين في بيان بالاقتراح البناء الذي تقدمت به فرنسا وألمانيا. أجلت السلطات في شرق الهند وبنغلاديش عشرات الآلاف من القرويين بعيدا عن الساحل قبيل إعصار من المتوقع أن يتسبب في أضرار واسعة في وقت تكافح فيها الدولتان لاحتواء فيروس كورونا. وجرى تحويل مراكز الحجر الصحي في الهند إلى ملاجئ من الإعصار، وهو ما دفع السلطات لمحاولة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي لمنع انتشار الفيروس. وفي بنغلاديش المجاورة تجلي سلطات السكان إلى أماكن أكثر ارتفاعا وجثتهم على الالتزام بالتباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات. وقال مكتب الأرصاد الجوية الهندي إن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار العاتي أمفان بلغت 240 كم في الساعة، مع هبات وصل سرعتها إلى 265 كم في الساعة فوق خليج البنغال. ومن المتوقع أن يصل الإعصار لليابسة يوم الأربعاء. ووفقا للمسؤولية الأرصاد الجوية في أن سرعة الرياح هذه يمكن أن تجعل أمفان واحدا من أشد العواصف التي تضرب الهند في نحو عقد. الخبر الأخير في هذه النشرة: بتصميمات دقيقة لزهور الأوركيد والكاميليا وشخصيات صينية ترمز للحظ الحسن، أصبحت كمامات الحرير الأنيقة التي تصنعها مصممة الأزياء الصينية تشوليش سلعة مرغوبة في ظل تفشي فيروس كورونا.
وتقوم تشو التي شاركت علامتها التجارية للأزياء ديجن في أسبوع الموضة الصيني في الآونة الأخيرة بتصنيع كمامات حريرية مطرزة ومجهزة بفلتر هواء من طراز إن 95 ذي المواصفات العالية منذ فبراير، حتى توفر للحريصين على الموضة خيارات لحماية أنفسهم. أما الآن وبينما ترفع الصين ودول أخرى القيود، تتوقع تشو أن تكون الكمامات ضرورية في المستقبل القريب، وقامت بتعديل التصميم لتصلح الكمامات للاستخدام خلال فصل الصيف، فصنعتها من قماش حريري أقل سمكا مما يسمح بالتنفس على نحو أفضل من أجواء الطقس أو في أجواء الطقس الأكثر دفئا. أيها السادة المشاهدين، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة. أشكركم على حسن المتابعة والاستماع. في أمان الله ورعايته.